اهلا بكم متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24. معاكم في بث مباشر جديد من محافظة الدقهلية من القرماني، ولايف جديد في قضية الطالب إيهاب أشرف. القضية اللي يعني أثرت فينا كلنا، وكلنا يعني بصراحة تعاطفنا مع الطالب إيهاب بعد اللي حصل له، وبعد الحادث البشع اللي تعرض له على يد المدرس الخاص بمادة الفيزياء اللي كان بياخد عنده درس. النهاردة تفاصيل جديدة مع الصديق المقرب من إيهاب، محمد، هيحكي لنا تفاصيل جديدة وصادمة عن إيهاب وعن المدرس. أولا ربنا يصبرك يا رب. عايزاك تكلمنا عن علاقتك بإيهاب، كانت عاملة ازاي؟ إيهاب كان اخويا، كان معايا على طول صحاب من تالتة ابتدائي لحد اخر يوم شفته فيه يوم التلات. كنا على طول مع بعض بنخرج سوا. كنتوا مع بعض اليوم اللي اختفى فيه إيهاب. آخر مرة قابلته كانت الساعة كام؟ كانت الساعة 4. والدرس الفيزياء بتاعه كان امتى؟ مش عارف، بس هو كان الساعة 5 الساعة 4 في الوقت. يعني هو سابك وراح الدرس. ايه قال لك ايه قبل ما يروح الدرس؟ ايه الحوار اللي كان داير ما بينكم؟ كنا نازلين من درس الجغرافيا، وكنت كان بيقول لي احنا كان في سؤال الاستاذ سأله مش عارف ايه، وكان بيقول ان هو سؤال يعني، وكان سأله له كنت انا جاوبت عليه. وبعدين واحنا نازلين كان قال لي ان والدته كانت عامله عمليه وقعدت 16 ساعه في الرئه، وكان جايبين لها دبابيس وحاجات ما بتجيش من اي حته. باخر حاجه كان قايلها لي خالص. سابك قال لك انا رايح الدرس، انت سبته ورايح الدرس وانت روحت. وانا روحت. امتى عرفت ان ايهاب اختفى؟ لما والدته رنت عليا كانت الساعه 8 7:30 8 كده. رنت عليا قالت لي ايهاب مش موجود، مش معاك يا محمد؟ قلت لها لا والله ما شفتوش، اخر مره كان معايا في درس الجغرافيا الساعه 4. رنيت على زمايلنا اللي هو كان معاهم مثلا، افتكرته راح حجز كوره، راح يلعب في البلاي ستيشن، اي حاجه من دي. كلمت العيال قال لي ما فيش حجز كوره النهارده ولا الساعه دي خالص، ما حجزناش. كلمت رحت السايبر انا بنفسي، ما لقيتوش هناك، كان توبته معايا على الخط. والدته متعوده لما ايهاب يختفي بتكلمك انت؟ هو اول مره اصلا ايهاب يختفي، اول مره والدته بتتكلم، كنت انا اللي على طول ببقى غايب واقف التليفون، هو اللي كان بيرن عليا يجيبني. انما اول مره في حياتي. يعني انت لما كنت بتختفي والدك كان او مامتك بتكلم ايهاب عشان ايه يوصلوا لك. احكي لنا بقى ايه اللي حصل بعد ما انت نزلت دورت عليه مع اهله. نزلت دورت مع اهله، كان معايا 2 صحابي، قعدنا ندور في البلد وكده فما لقيناهوش. فضلنا بقى ماشيين لحد ما وصلنا بيت ايهاب. فضلنا واقفين قدام البيت لعله وعسى ان هو كان في حته ويجي زي ما كلنا كنا متوقعين، بس هو لحد الساعه 10:30 11 كانت الدنيا شتت. قام والده قال لي يا جماعه ما ينفعش لما قدام البيت والناس فاكرين ان في حاجه وفي مصيبه في البيت، فبعد اذنكم يمشوا وانتم نروح. فضلنا بقى على اتصال مع اخته ندى، كلمتها قالت لي هو لسه ما جاش. فضلنا لحد ثاني يوم الحكومه جت استدعوني الساعه 6 الصبح. ثاني يوم سالوني هو كان فين، كان معاك ازاي، بس حاجه. لما تم العثور احكي لنا بقى، انت عرفت ان هم لقوا جثمان ايهاب؟ عرفت بعد ما لقوه بالظبط، لما كانت البلد كلها متجمعه عند المصرف ده. وبعدين كنت كان قاعد معايا واحد اسمه يوسف، قعدنا نعيط. بس ده كان حاجه. انت كنت مصدق ان ده ايهاب؟ يعني لما قالوا لك ان احنا لقينا جثه ايهاب انت ما صدقتش؟ كان عندك امل ان ايهاب يرجع. طيب احكي لنا بقى بعد ما انت اتاكدت ان فعلا ايهاب مات وان هو مات بالطريقه دي. كان كافر خلانا نتمنى بس ان احنا نقدر ندفن صاحبنا على بعض، ما خلاناش اللي هو يعني هو خلانا حتى خلاص الحمد لله ان هو مات، خلانا نقول الحمد لله، بس احنا عايزين نجمع صاحبنا على بعض، مش عارفين ندفنه. مش هينفع ندفن صاحبنا على مرتين، حرمنا حتى من زيارته وهو ميت. كنت انت عارف المدرس؟ احكي لنا عن علاقتك بايهاب كانت عامله ازاي؟ علاقتي مع ايهاب كنا اخوات، كان عندي على طول في البيت، وكنت بروح له انا البيت على طول، كنا مع بعض في اي حاجه كل حاجه، وجاتنا سوا
على طول مع بعض. سمعت كمان ان هو اللي كان بيجي يصحيك كان هو اللي ويختار لك بيصحيني. هدومك هتلبس ايه. احكي لنا عن تفاصيل العلاقة اكتر. كان هو اللي لما بنروح المدرسة سوا هو اللي بيجي يعدي عليا، مع انه بيته ابعد من بيتي وانا بيتي جنب المدرسة، بس ما كنتش بروح. انت عندك اخوات صبيان؟ احمد. يعني انا حاسة ان علاقتك بايهاب اكتر من اخويا. كان صاحبك واخوك. كان صاحبي واخويا. عرفت ان انت منعت اكل بعد وفاة ايهاب يومين. مش قادر اكل. ولحد دلوقتي؟ لا دلوقتي اكل. طيب ايهاب جالك في المنام، قول لنا لما شفت ايهاب في المنام قال لك ايه؟ كان معايا في المنام وقال لي انا عايش، ما تصدقش حاجه. قول لي يا محمد عادي ومش عارف ايه، وكل مش حلم. افتكرت ان احنا كنا سوا مع بعض، وافتكرت الذكريات كل حاجه، بس مش قلت لي ان ايهاب كان بيقاسم محمد في لقمته، يعني لو جاب له سندوتش بيجيب له، لو جاب له حتى لب بيجيب لمحمد. احكي لنا بقى تفاصيل العلاقه اللي انت كنت عارفها دي. هو كان مع الاستاذ محمد ده اكتر من اخوه كمان. هو كان معاه بيلعبوا بلاي ستيشن سوا، بيذاكر معاه، بيكلموا على الواتس في شتات خاصه بينه وبينه بعيدا عن الدرس وبعيدا عن اي حاجه. كان ايهاب هو اللي لامم الاستاذ ده المجموعه اصلا، مجموعه الدرس. ما كانش عنده طلاب ولا كان عنده اي حاجه، يعني هو اللي جاب له طلبه ياخدوا عنده درس كمان، كان بيساعده. طلبه ياخدوا عنده درس. كان مثلا هو بنجيب اكل ولا حاجه، يجيب اكل. لو الاستاذ دخل علينا المطعم، في مطعم عندنا في البلد كده، لو الاستاذ دخل علينا هو بيجيب للاستاذ اكل على حسابه. كان هو اللي بيسوق الاستاذ الموتوسيكل، يروح بيه ويودي الاستاذ المركزيه. كان بيروح معاه الدروس، يروح معاه البلد جنبنا اسمها المركزيه برضه، بياخد فيها درس. كان بيتعامل معاه ان هو اخ كبير، مش مدرس. يعني كان بياكله. كان عارفه من فتره قليله، يعني من قيمه بالظبط 3 شهور 4 شهور بالكتير قوي، كانوا لسه متعرف عليه جديد. بس هو كان صاحب ابن عمة ايهاب، فهو اتعرف عليه وراح له الدرس بقى في المكان ده. غدر بيه برغم ان ايهاب كان بياكله وكان بيتعامل معاه اخ. عرفنا ان وانتوا في رحله البحث عن ايهاب، يعني والدك قال لي ان انت قلت ندور على ايهاب جوه السنتر او نشوفه جوه السنتر. كنت سالته، قالت لي هو طلع اصلا. هو طلع من الدرس. قلت هو مش قدام، مش في الدرس. قالت لي لا هو طلع من الدرس. مين والدته اللي قالت؟ اخته. بس انت ايه الاحساس اللي جالك ان انت ممكن تلاقيه جوه في السنتر في الاوضه؟ افتكرت ان هو ما طلعش من الدرس، لانه بيتعود بعد الدرس يقعد مع الاستاذ ده، يلعبوا سوا، يهزروا سوا على طول. يعني ما جاش في دماغي ان هو طلع اصلا. لما اخته قالت ان هو طلع من الدرس اصلا وكلمهم وقال لهم انا بركب وجاي. يعني هو متعود بعد الدرس بيفضلوا يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن ويهزروا ويضحكوا. انت استغربت ان هو طلع على طول، ما قعدوش القعده بتاعتهم. يعني انت كنت حافظ ايهاب اكتر من اهله. ايه اكتر الحاجات اللي ايهاب مثلا او المواقف اللي انت فاكرها لايهاب وجماعتكم؟ زي ايه بالظبط؟ يعني مثلا موقف ايهاب عمله معاك انت مش هتقدر تنساه. ايهاب كان اخ جدع جدا، كان بيعمل معايا كل حاجه. كناش بنروح اي حته من غير بعض. كان معايا الصغيره قبل الكبيره في كل رحلاتنا، حتى لما نروح رحله المدرسه عاملاها ولا حاجه كان بيجي معايا، كنا بنروح سوا في كل حاجه. عرفنا كمان انه كان بيجي يقضي معاك المصيف، بتصيفوا سوا. بيجي هنا نقعد في جمصة هنا ونلف سوا على طول كل حاجه. كان معاه موتوسيكل كنا بنروح بيه نلف في البلد عندنا كده، وكنا بيه في كل حته. اصحاب من ثالثه ابتدائي. يعني بقالكوا كام سنه اصحاب؟ 6 سنين اصحاب. يوم تشييع جثمان ايهاب انت كنت فين؟ دخلنا صليت العشاء وطلعنا مع النعش، رحنا هما بيدفنوا. انا شايفه على وشك من قبل حتى اللقاء صدمه يعني وتوهان، شايفه نظره حزن كبيره. انا مش قادره يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. اقول ربنا يصبرك.
بالنسبه لحق ايهاب، إيهاب لازم يرجع، وبنطالب بالقصاص، واحنا في دولة قانون. لازم حق إيهاب يرجع. لازم نعدم كلب خسيس في ميدان عام عشان محدش يكرر العملة دي تاني. وإيهاب ذنبه ايه؟ وما عملش في حاجة، بكل خير، عمره ما أذاه، ده عمره ما قال عليه كلمة حتى خلينا نقول إن هو حتى مش صح، ده كان أخوه. يعني نقدر نقول قصه ايهاب مع محمد عبد البديع اتقي شر من احسنت اليه. اكله كان واقف جنبه، لدرجه انت قلت لي ان هو اللي جاب له طلبه ياخدوا عنده درس. يعني هو كان عنده ازمه ماديه وحكي لايهاب مثلا، فكان بيساعده. هو كان لسه المدرس ده كان لسه بادئ اصلا. ايهاب لما كان طالب من عندنا من البلد وبنتين 3 وراحوا حضروا معاه دروس، كان بياتي في مواعيد عاديه عادي، بس مش عارف ايه اللي خلاه يعطي متاخر كده اول مره يعني. كانوا بيروحوا له لسه راجعوا نص الترم اللي فات. معانا والد محمد. عرفنا ان ايهاب كان صديق محمد، اكتر صديق مقرب ليه في المصيف في اسبوع او 2 في شهر الصيف هنا، وان انتوا كنتوا يعني كنت بتعتبر ايهاب ابنك لدرجه طبعا انه كان بيدخل بيتكم. طبعا ايهاب كان زي محمد واكتر عندنا، كان اخو محمد الكبير، ما كانش اخوه، ما كانش زميله، كان اخوه الكبير. كان ولد الله يرحمه ويتغمده برحمته يا رب. الادب والاخلاق والترابي كل حاجه حلوه فيه. كان العقل الرزين اللي نين على ابننا معاه، يعني طول ما هو مع ايهاب خلاص ما فيش مشكله، تمام. حتى انا في الترم الثاني قلت له انت صاحبت وشفت اهوت ودخلت على مجتمع جديد، واقسم بالله ومفيش احسن من ايهاب اهو. يعني خليك دايما مع ايهاب في الترم الثاني. يعني ما كنتش بتثق على محمد غير مع ايهاب. كان عارف بقى يعني ايه اللي جم الطلبه اللي جم على اولى ثانوي جديد من كل مكان، اتعرف له بصديق او 2، قلت له خليك مع ايهاب دايما. يعني اكتر شخص وثقت فيه ودخلته بيتك وامنته على ابنك كان ايهاب، الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. كان حاجه حلوه الله يرحمه. كان بيجي يصحيه، كان ده دايما نومه يعني بيضايقنا في الصحيان او كلام من ده، فاني ابسط حاجه خالص خش يا ايهاب يشد البطانيه من عليه، وده ما يتكلمش معاه خالص. يعني محمد يعني يتكلم معايا يعني وما يتكلمش مع ايهاب، حاضر، ويقوم يفتح الدولاب ويطلع الطقم اللي ده هيلبسه. كمان حضرتك عاوزه ايه اكتر من كده؟ العلاقه كانت يعني اكتر من اخوات. لا اكتر، وهائل ورزين، وياخدوا معاه الدرس وانا خلاص. ووالده كان بيآمن ان هو يجي يقضي معاكوا ايام المصيف لو هو جاي هنا ابعت معاه محمد. لو هو جاي هنا، يعني مره هم راحوا قلت له استاذ اشرف الاولاد في جمصه وانا مش معاهم، قال لي ده انا متخيل ان ايهاب ان انت موجود وانا مودوهم هناك على اساس ان انت موجود. قلت له انا مش معاهم. قال لي طب خلاص انا اروح لهم واقضي معاهم اليوم انا، ويجي اقضي معاهم اليوم هنا وانا ما كنتش هنا. لو جاي خلاص هو معانا خلاص ابننا، هم عارفين كده في البيت عندهم، وده كمان نفس الوضع يعني موجود عندهم. يعني انتوا العيلتين كنتوا مقربين. الاولاد بسبب علاقه محمد وايهاب، هم اللي مقربيننا من بعض. هو عارفني كويس، انا عارفه كويس. لو ايهاب عندنا هو مطمن علينا، لو محمد عندهم انا مطمن عليه. اتكلمنا عن طموح ايهاب بقى. كان ايهاب بيقول لك نفسه يبقى ايه؟ نفسه يخش هندسه حاسبات، كان نفسه يبقى مهندس مبرمج كمبيوتر، كان بيسعى لكده وكان بيحب التكنولوجيا جدا الحاجات دي. كان بيقعد يتكلم معاك في احلامه وطموحاته، وكان ايه هواياته وكان بيعمل ايه؟ كان بيحب القراءه جدا، وكان معاه على طول كتب بيقرا فيها، وكان بيوزع لنا احنا اصحابه كده يقرا كتاب يدونا نقراه وروايات. وكان بيحب بيقف في المحل، بيحب مادة الرياضة مع باباه كده. يعني كان نفسه يدخل هندسة ويبقى مبرمج. ناوي يخش علم رياضة. أنا سمعت كمان إن هو أي مشكلة بين الصحاب كان هو اللي بيتدخل ويحلها. ما كانش بيتخانق مع، عمره ما اتخانق مع حد من زمايلنا خالص. طب تحكي عن ملاك،
يعني انا حاسه ان انت بتتكلم مش عن شخص عادي، انت بتتكلم يعني. هو كان حتى لما بنبقى مثلا شله العيال مع بعض والعيال وكده، كان ايهاب هو اللي بيمشينا، ان هو الكبير بتاعنا كلنا. يعني هو كان هو يعتبر كبير فكرا وعقلا، كنتوا كلكم بتاخدوا رأي إيهاب. رحت زرته عند القبر؟ الحقيقة رحت يوم الخميس. قلت له ايه وانت هناك؟ كان معانا زمايلنا، دعينا له وقرأنا الفاتحة وجينا. لكن ما حاولتش توجه له جينا كلام؟ عشان كنا عايزين نشوف تمثيل الجريمة، الكلب تحسه بعمل كده، بس كانت الحكومة مالية البلد، ما عرفناش حد. لو رحت لإيهاب تزوره بعد ما عرفت اللي قتله، تقول له ايه وانت عند قبره؟ اقول له حقك رجع يا صاحبي، وانت غلطت ان انت عشان كلب زبالة مسير زي ده، غلطت ان انت عاشرته اصلا، غلطت ان انت امنت له، غلطت ان انت احسنت اليه، الغلط الوحيد اللي هو عمله في حياته. إيهاب شهيد بإذن الله، ان شاء الله حق إيهاب يرجع، وان شاء الله القضاء المصري يقتص من القاتل، وان شاء الله ياخد اعدام. ان شاء الله. وتروح تزور إيهاب على قبره وتقول له ساعتها ايه؟ روح حقك رجع، احنا في دولة قانون، دولة عدل، حق ما بيروح. ربنا يصبركم يا رب، ربنا يصبركم. أعزائي متابعي القاهرة 24، كنا معاكم في بث مباشر مع صديق إيهاب، أو مش صديقه، أكتر من صديق، يعتبر أخوه. يعني محمد بعد وقعة إيهاب قعد يومين فقد النطق ورفض الأكل من شدة العلاقة. زي ما شفتوا معانا كانت علاقة مش علاقة مجرد صداقة، لا علاقة أخوة. كلمنا عن الجوانب الإنسانية في حياة إيهاب، قد إيه إيهاب كان شخص يعني عاقل ومثقف، كان يعني بيحث الجميع على فعل الخير، كان دايما يعني بيصلح بين الأصدقاء، يعني ما كانش بيدلوه في المشاكل. إيهاب يعني ونعم الصديق، كانوا عايشين حياتهم مع بعض منذ الصف الثالث الابتدائي، كانوا بياكلوا ويشربوا وعايشين حياتهم واكلين شاربين، كان هو الوحيد اللي بيقدر يصحيه. النهارده يعني صديق إيهاب حكى لنا الجوانب الإنسانية وطلب معانا المطلب الشعبي لينا كلنا، وهو الإعدام والقصاص من قاتل إيهاب أشرف. إيهاب أشرف مش قضية الستاموني بس، لا قضية مصر كلها. يعني مصر كلها متعاطفة مع إيهاب واللي حصل له. ومحمد قال لنا كمان ان هو كان بيقاسم لقمته مع القاتل محمد عبد البديع، يعني وان هو كان بيساعده، وان هو جاب له طلبة عشان ظروفه المادية، وكان بيساعده بالطلبة اللي ياخدوا عنده درس، لكنه قابل الإحسان بالإساءة، قابلها بالغدر. محمد عبد البديع بعد ما إيهاب مدله إيده وكان بيساعده في كل حاجة، حتى الطلبة كان بيوديها تاخد عنده درس، غدر بيه وقتله غدر. يعني ربنا يصبر أهل إيهاب ويصبر أهل 7 ثابت، وربنا يرحمه يا رب، ويصبر والدته ووالده، لأنه الابن الوحيد على 3 بنات. النهاردة كنا في لقاء مع الصديق المقرب لإيهاب أشرف، رحمة الله عليه، نحتسبه عند الله من الشهداء. شكرا لكم متابعي كايرو لايف، كانت معكم منى الكرماني.